نمشي لو قصادنا جيش نفسنا هتشوف تنفسنا لا 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 اللي مميزنا ان احنا كاريزما ايوه واسطة انا جبت بتاعي الناس حباني شيء رباني انا شيء مش عادي يخرب بيت جمداني ويلا واحنا معلمين القلعة الحمراء اللقب السادس عشر للأهلي في بطولة كأس السوبر المصري وللمرة الأولى على أرضية هذا الملعب لا نضطر للجوء إلى ركلات الجزاء الترجيحية وللمرة الأولى نحن أهداف في هذا اللقاء في الأوقات الأصلية لكن دعمت هذه البطولة كما هو يتدعم المشاهد الكروية ليس فقط في الملاعب المصرية إنما في القارة الأفريقية. كابتن أحمد فتحي ألف مبروك، ألف مبروك. فوز توقيته لربما يكون أهم حتى من اللقب اللي يضيفه الأهلي إلى خسارة. توقيته كويس. الأهلي بقاله فترة مضغوط، كان لازم يركز في البطولة دي وكانوا مركزين. رب المدربين كويسين، غير شكل اداء لعيبه كتير في الملعب. انا مش عايز اتكلم على حد كتير بس اتكلم على ديانج، كان بقاله كتير قوي ما بيلعبش. ديانج لسه لعيب النهارده في الملعب وبيفضل نفسه مساحات وللعيبه اللي حواليه، لكن فوز مستحق للعيبه وفرحانين. يعني كانوا لازم ياخدوا البطوله دي للماتشات اللي جايه، عندهم افريقيا، عندهم دوري لازم يركزوا فيه. ففوز مستحق ومبروك للنادي الاهلي وجماهيره وللعيبه والاداره بصراحه يعني مدرب هايل. فوز حسمته الادوات الاهلاويه ام قله خبره مدرب الزمالك؟ عوامل كتيره جدا جدا. واحد، وجهه نظري الاخطاء اللي عملها احمد عبد الرؤوف جايه من قله خبره احمد عبد الرؤوف. النقطه الثانيه، العوامل النجاح في النادي الاهلي ان انا اول مثبت تشكيل وده مغير لاعبين، مثبت مراكز وده مغير مراكز، تغييرات الراجل كمان على قد الحدود، ولكن تغييرات احمد عبد الرؤوف كانت اضطراريه لتحسين شكل الزمالك. الشوط الثاني مختلف خالص عن الشوط الاولاني، شفنا فيه سرعات، شفنا فيه تحولات، شفنا فيه مساحات موجوده ورا خطوط نادي الزمالك. الاهلي لو فني صح كان ممكن يكون في سكور في الاهداف لان الاهلي كان اخطر، ولكن وجهه نظري مشكله الاهلي الرئيسيه بالنسبه ليسترو في الوقت الحالي هي نهايه الهجمه في كل الامور. لكن في النهايه اعتقد الاهلي فوز مستحق. 70 80 دقيقه هو الافضل. الزمالك لعب بشكل فردي، شوط ثاني مختلف خالص، الجبهه اليسرى مش موجوده تشيكو بانزا، خوان بيتسيرا، ولكن طبعا الفكره كلها ان سيف الجزيري كان ممكن يبدا، عمرو ناصر كان افضل كتير جدا. اقل من الزمالك اللي كنت تطمح لمشاهدته اليوم. ايه؟ الزمالك اقل ما كنت تطمح لمشاهدته اليوم. انا دايما بشوف الزمالك بطل. هو بطل، انا اتكلم في الملعب اليوم. ما انا دايما بشوفه بطل ودايما اشوفه في اي وقت يكسب وفي حضور في اي وقت. النهارده مش عايز اتكلم على ما قبل، بس النهارده هم الزمالك ادى شوط اول جيد ولم يستغل الفرص شيكابانزا بشكل جيد او عمرو ناصر. فالاهلي على عكس الاهلي فرصه مؤكده فخلص. نهى الشوط الاولاني طلع بين الشوطين في ارتياح.